وصلنا لفقرة اون سكايب. كل الابتكارات والتطور التقني كان مجرد فكرة لأصحاب الخيال، وابتدت القصة من الروايات يلي حكيت عن ابتكارات غريبة واختراعات كانت أيام زمان شيء غريب كتير وما بنقدر نتخيل وجودها بين أيدينا. وللعلم كل هالتطور العلمي يلي موجود حاليا كانت فكرة عند بعض المفكرين والكتاب. التكنولوجيا خلت حياة الناس تكون مختلفة بشكل كبير عن كل سنين اللي قبل وعن كل التجارب اللي عاشوها زمان، فالتطور سهل حياة البشر بنفس الوقت هو سلاح ذو حدين، يعني بقدر كمية الإيجابية والتطور اللي صار ممكن بغفلة عين يتحول لدمار وهلاك لكل الجنس البشري. وأغلبنا شاف فيديوهات انتشرت على الإنترنت عن مذيع الذكاء الاصطناعي، ناس حبت الفكرة وناس رفضت، وفي ناس تشائمت وقالت ممكن يأثر على العمل الوظيفي. معنا عبر السكايب الإعلامي المختص بالتكنولوجيا أمين أبو يحيى لنعرف تفاصيل أكثر. أستاذ أمين، أهلا وسهلا فيك. تحياتي لك حسن ولجمهور سما تي في وللشعب السوري. يا أهلا وسهلا فيك. أستاذ أمين، بداية خلينا نحكي عن الذكاء الاصطناعي، كيف تطور بالفترة الأخيرة؟ للحقيقة حسن، فيني أقول أنه الذكاء الاصطناعي عمل قفزة نوعية بأواخر 2022. ما كنا متوقعين، حتى نحن الأشخاص يلي شغلنا بهذا الدومين ما كنا متوقعين هذا التطور السريع والمخيف للذكاء الاصطناعي اللي صار موجود تقريبا بكافة مناحي حياتنا. هذا الشيء طبعا رح يأثر جدا على طبيعة الحياة اللي كنا معودين عليها، على طبيعة الأعمال والوظائف اللي كنا عم نشتغلها. رح يروح وظائف كثيرة، رح يجي محلها وظائف جديدة. اللي بدي أقوله إنه الذكاء الاصطناعي عم يسبقنا أكثر ما نحن كنا عم نتوقع. أنا هذا اللي شايفه حالياً. الذكاء الاصطناعي دخل بعدة مجالات، ومنها الذكاء الاصطناعي مذيع آلي أو مذيع AI. شو ممكن يفيدنا بالمجال الإعلامي وشو هي الأضرار؟ سؤال كثير مهم. أنا شخصياً يعني أنا هون بالولايات المتحدة عندي شركة بتعمل افاتار انكرز، يعني مذيعين يعملون بالذكاء الاصطناعي. بمعنى، ما بعرف اذا فيك تعرض شيء فيديو، بمعنى كل اللي عم بيشوفوه رح يشوفوه المشاهدين من لبس المذيعة، شكل المذيعة، الخلفية وراها، النص اللي عم تقراه، الفيديوز اللي عم تطلع مع التقرير اللي هي عم تقراه. كله هيدا artificial intelligence ما له وجود انعمل عبر الكمبيوتر والكودينج مثل ما اذا بيقدروا يشوفوا على المشاهدين. شو راح يشكل خطر؟ هلا انا بطبيعه الحال كمان انا زميل، يعني انا مذيع مثلك، فبعتقد انه راح يشكل خطر، بمعنى اذا قدروا يطوروا هذا النموذج الآلي يلي بيشتغل بالارتفيشال انتليجنس ليقدر يكون عنده حركه اكثر، مش بس يحرك راسه. ممكن يحرك ايديه، ممكن يحرك كتافه. هون بنقول انه مهنه المذيع رح تروح، رح يجي محلها مذيع ما بيتعب، يعني يمتلك بادي لانجويج. تماما بادي لانجويج. نحن اللي ناقصنا هلا بالارتفيشال انتليجنس هيومن افاتارز، يلي ناقصنا هو الفيتشرز الانسانيه، اذا بدك الميمكس يلي نحن بنعملها، بس نضحك، بس نعصب، بس نكون مبسوطين. فهودي بعتقد قريبا جدا، تذكر كلامي، رح نوصل لهيدي الابلكيشن. تقريبا كل الفيديوهات اللي حضرناها وانتشرت عن مذيع الذكاء الاصطناعي بتشبه الروبوتات بدرجة كبيرة، بتوافقني الرأي ولا لا؟ حاليا ايه، ما بعرف شو شفت، شو حضرت، لانه في كثير انواع من الافاتارز المذيعين، كثير في يعني شركات عم تعمل هيومن افاتار، يعني شكل انسان بيشتغل بالذكاء الاصطناعي. في كثير شركات وشركات كبيره وعم تستثمر ملايين بل مليارات الدولارات بهذا المجال. انا بعتقد بالفتره اللاحقه رح نقدر نشوف مذيع كانه ما رح تقدر يعني تلاقيه مختلف عن المذيع الانساني يلي بيعمل كل الحركات، وبيعمل مثل ما انا عم بعمل هلا، عم بعمل حركات بايدي لانه هي طبيعتنا. فرح نوصل لهذه المرحله. ممكن يسبب الذكاء الاصطناعي فقدان لآلاف الوظائف؟ مش ممكن، اكيد للاسف
في ناس يمكن هلا رح يعصبوا او رح يتضايقوا، بس في كثير وظائف رح تروح. 50% من الوظائف اللي كانوا يعملوها الناس العاديين، مثل الوظائف المكتبيه، مثل وظائف يلي بتشتغل بالذكاء الاصطناعي، الخدمات، الكاستمر سيرفيس، كله هيدا رح يصير بالذكاء الاصطناعي، منك مضطر توظف حدا. فلذلك رح يروح جزء كثير كبير من هذه الوظائف، ولكن رح يخلق وظائف جديده. فانا بنصح الناس يلي عم بيشاهدوني هلا، خاصه جيل الشباب، انه يفوتوا اكثر على مجال الذكاء الاصطناعي، لانه حيكون في كثير وظائف وفرص عمل. برأيك رح نشوف شي يوم انه الذكاء الاصطناعي رح يسبق العقل البشري؟ سؤال مهم. ما عندي إجابة عليه، لأني أنا شخصياً ما بعرف لوين رح يوصل الذكاء الاصطناعي، لأي نطاقات أكثر أو مجالات أكثر بحياتنا. ما بقدر أقول، بس أنا بقول إنه رح يقدر ينجز أشياء كان بيعجز الإنسان البشري إنه يعملها. استاذ امين، بدي اتشكرك واقول لك اهلا وسهلا فيك عبر شاشه سما الفضائيه، وتحديدا من خلال برنامج استوديو تك. شكرا كثير على المعلومات اللي زودتنا فيها، واهلا وسهلا فيك. شكرا لك ولجمهورك الكريم، وتحياتي لكم. يا اهلا وسهلا فيك.